ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أهم ما يميز ضيف حلقة اليوم أيها الأصدقاء هو الصدق. الصدق العميق في أدائه لعمله الفني، فهو ممثل قدير اتخذ من الصدق والصفاء والنقاء في التعبير مدرسة له. ضيفنا هو الفنان المسرحي الأستاذ محمد السبع. الحقيقة أستاذ السبع، أنا لما حاولت أتصل بسيادتك علشان نسجل برنامج حديث الذكريات، حضرتك يعني مش رفضت، ولكن اندهشت قليلا وقلت يعني ان انت يعني متهيألك انك انت مش هتقدر تقول الساعة اللي فيها الذكريات، وانت متصور انه يعني مش عارفة، يعني حضرتك حسيت انه ده هتقول ايه وهتتكلم عن ايه، وتقول ان انت لسه ما وصلتش لشيء في فن التمثيل. انا طبعا يعني بشكرك على هذا الشعور، ولكن انا فعلا مش انا بس، يمكن الاف ومعظم المشاهدين اللي بيشوفوا حضرتك طبعا بيقولوا ان حضرتك وصلت الى مرحله جميله جدا وعظيمه جدا من فن التمثيل. يا ست، احنا نشكر لكي جميل احساسك العظيم ده، انما في الواقع وفي الحقيقه انا فعلا حاسس ان مفيش في حياتي الكثير اللي ممكن انه يمتع جميع المستمعين اللي هيسمعونا وهيقعدوا يتفرغوا انهم يقعدوا قدام الراديو ساعه بحالها عشان يسمعوا حاجه عن محمد السبع. يعني مع احترامي لرايك، يعني اتوسل الى الله ان ربنا يكرمنا ونحاول ان احنا نضيف جديد الى احساس الناس او شعورهم او ثقافتهم، وهحاول جهد الاستطاعه ان انا اكون صادق معاك يعني، وربنا يوفقنا. ان شاء الله يا فندم. طب احنا دلوقتي حضرتك يعني حضرتك وصلت الى قمه من قمم التمثيل في العالم العربي، لكن لو نترك القمه الان ونذهب الى او نرجع الى ايام الطفوله، نقول ان حضرتك مضيت جزء كبير من الطفوله في ارياف الريف المصري، وجه بحري وقبلي. نعرف ازاي؟ انا من مواليد بلد اسمها نوسة الغيط، دي تبقى مركز من يعني احدى القرى الريفيه، مركز تابع المركز اجا، مديريه الدقهليه، ومن عائله يعني انا افخر في الحقيقه. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اكلمك عنها بانطلاق وبصراحه، افخر بان كان ليا اب اسمه، كان ايامها في بهويات وبتاع حاجه زي كده، كان اسمه سعيد بيه سبع. ده كان عمده نوس الغيط، بس مش بمعنى العموديه اللي احنا بنسمعها عن عمد البلاد اللي في الارياف، لان بعد كده كمان عاوز اقول لك ان العموديه في بلدنا توارثها عمي واخويا وابن عمي، يعني ما طلعتش من العيله. انما والدي اولا هو توفي وانا عندي 5 سنين، وحضرتك متذكره وتارك اثر متذكره وبسمع عنه وبفخر بالحاجات اللي انا سمعتها عنه. يعني كان رجلا بمعنى كلمه الرجوله الى اقصى حدودها، كما يمكن أن يتصورها إنسان عنده قيم ومثل إلى آخر المدى. يعني بمعنى أنه كان غيورا على أقل إنسان في نوس الغيط. بمعنى مثلا حادثة سمعتها إنه سمع مثلا إن ناظر الزراعة فات على الغيط، فلقى فلاح من وجهة نظر هذا الناظر ما قامش بالواجب بتاعه في الغيط بتاعه فضربه شلوت. فما كان من والدي الله يرحمه الا انه بعت للمركز قال لهم انا عاوز ناظر الزراعه ده، فجاء ناظر الزراعه ده في البلد ومدوا على الفلاح. ايوه، قال له انت بتضرب الفلاح اللي من بلدي ده، تابع ليا، انا العمده بتاعه، انت لما ضربته اكنك ضربتني انا بالظبط. ده لما يعمل حاجه انت تكلمني انا وانا اقول لك اتصرف معاه ازاي او انت تتصرف معاه ازاي. مثلا يعني ده لون من الوان التعامل اللي كان بيتعامل فيها، يعني مثلا وكان بمحبه. يعني ايامي
كان في حاجه اسمها المناصره، اللي هم الجماعه الحراميه اللي بيبقوا مجاميع مع بعضهم، فيطبوا على الارياف ديت في مواسم معينه في ايام معينه، يسرقوا منها حاجات. كانوا يسرقوا جميع البلاد دي الا نوى الغيط. لكرم السعيد بيه سبع، ولرجوله السعيد بيه سبع، ولشجاعته ولقيمته الماديه والمعنويه في جميع تصرفاته. يعني مثلا اسمع عنه لما كان مثلا يفوت في البلد، هيلف في البلد مثلا او حاجه، سعيد بيه هيفوت، سعيد بيه هيفوت، الشاطره من دول اللي تكنس وترش قدام بيتها بمحبه، لان راجل اولا حق وعدل وفي رجوله، في معاني الرجوله، بيحافظ على حقوق الناس وبيكرم الناس وفي امن طب احنا عاوزين اكتر من كده ايه؟ الحاجات اللي انا بسمعها عنه ديت حاجه تخلي الانسان يفخر فعلا ان في امثله من هؤلاء الرجال كانوا موجودين في زمن ما من الازمنه. طب انا بتصور وحضرتك بتتكلم عن الوالد انه يعني حضرتك الاشياء اللي كان بيمثلها والقيم والرجوله اللي كان بيمارسها في حياته، انا بيتهيألي ان حضرتك حتى ادوارك بتختارها بتمثل هذه القيم. والله جايز في الواقع ده من دعاء الوالدين، يعني فلان ابويا الله يرحمه زي ما بقول سيادتي كده كان راجل صالح وحج، هو طبعا من الحجاج ومن المسلمين، ووالدتي برضه الله يرحمها كانت ست عظيمه، يعني كانت لا تعرف القراءه والكتاب ولكنها كانت تقرا المصحف. والله يعني تبعتي لها جواب ما تعرفش تقراه، انما تمسك المصحف تقراه كأي إنسان يعني يجيد القراءة تمام بالشكل والمد واللين وقراءة قرآن. وكان عندها حاجة اسمها دلائل الخيرات على الصلاة على سيدنا رسول الله، فكانت دي وظيفتها في الحياة يعني. فجايز من دعائهم علي ليا، فدعائهم ليا ده يعني يمكن استجاب، ففي شيء من مش من العظمة، شيء من الصدق في تعبير الإنسان بس. طب هو حضرتك طفولتك مضيتها في نوى الغيط؟ انا زي ما قلت لسيادتك طبعا والدي توفى وانا عندي 5 سنين، فكان ليا اخ اسمه الله يرحمه السيد بيه سبع، برضه كان وكيل نيابه اياميها في الصعيد في بلد اسمها صمالوط، فاخذني اقمت معاه 2 سنين، وبعدين رجعت تاني في نوى الغيط، وكنت التحقت بمدرسه اجا الابتدائيه لحد ما خلصت الابتدائيه. كانت بعيد عن نوى الغيط؟ حاجه بتاعت 7 كيلو، كنا بننتقل لها بالدواب، يعني نقوم الفجر نركب الدواب ديت ونفضل نوصل لحد اجا، بعض ساعات يبقى فيه مثلا حصص اضافيه فكانت تبتدي مثلا 7، ففي الشتاء ده عشان توصلي 7 لاجا، وبعض ساعات تبقى مطره مثلا، مطره، وفعلا كان بيحصل كتير جدا، وكنا نقع وهدومنا تتوسخ حقيقه. والله اذا كنا قريبين كان جهد، يعني عمليه التعليم وقتها كانت جهد شاق. احنا ما كناش نشوف النهار في البلد الا يوم الجمعه، لان احنا كنا بنخرج الفجر ونرجع العشاء. ياه طول اليوم ماضينا في المدرسه في الطريق. كان يوم دراسي كامل، كان بيبقى من 8، وبعض ساعات يبقى في حصه اضافيه تبقى من 7 ل5، وبعض ساعات ممكن يبقى في حصه اضافيه تبقى ل6، فمن 7 ل6 هي 12 ساعه 11 ساعه، فبتقضيهم كلهم في المدرسه، وعلى ما تشوف الركايب وترجع تاني تسافر البلد خلاص يبقى. طب يعني الجهد اللي بتعمله في انتقالك للمدرسه كان مضايقك ولا كنت سعيد بيه؟ يعني كان بيضايقك من الدراسه ومن المدرسه وانت طفل؟ والله بعض ساعات بيضايق، لانه روتين كل يوم، ساعات يعني مثلا انت عاوزه تنام شويه، ساعات مش فاهم ايه حاجه زي كده، فكون انه كل يوم روتين كده بتاع، فبعض ساعات تضايق. وبعدين المجموعه والصحاب اللي انت معاهم بتبقى يعني ده يعمل حاجه كويسه، ده يلعب معاه، ده يعمل كذا بتاع حاجات زي كده، فكان بيسري على الواحد شويه وكويس كده. طب دراستك في المرحله الابتدائيه مرت عادي ما فيش فيها اي اهتمامات فنيه او اي اهتمامات اخرى؟ لا، هو يعني المدرسه الابتدائيه او الفتره الابتدائيه ما كانش فيها اي اهتمامات باي حاجه على الاطلاق، الدراسه والبلد والعيله وبس. الدراسه والبلد والعيله، وانجح اذاكر للسنه الجايه، وكنت دايما انجح فعلا، اقعد طول الاجازه، لان انا من اسره يعني يعتبروها اسره كبيره في البلد وحاجات زي كده، فممنوع ان انا العب مع بقيه العيال. فاخلص الامتحان من هنا وانجح، لازم اقعد في البيت اتحبس طول الاجازه الصيفيه عشان اذاكر السنه الجايه.
وكان سوء الطالع بتاعي او سوء حظي، كان لي اخ كان شديد عليا شويه، او شديد في معاملته معايا بدرجه بيسموها ايه، اوفر. طب هو في الفترة دي كنت بتحاول تقرا يمكن بعض الكتب اللي موجودة في المنزل، يمكن كتب الوالد تركها، ولا كان لسه والله هواية اكذب عليك القراءة؟ لو اقول لك لا، هي الناحيه الدينيه دي ترى يعني جت عندي بعد ما جيت هنا في القاهره. طبعا النشأة الريفية ديت مع التمسك بالمسائل الدينية ورمضان ده بيبقى في الأرياف له طابع عجيب. يعني لو أي إنسان حتى بعيد عن الدين ويمارس شهر رمضان ده في أي ريف من الأرياف أو في نوى الغيط بالذات وعندنا احنا، يبقى حاجة خطيرة أوي. طب احكي لنا عليه في نوى الغيط رمضان، كان يعني يبقى ما اعرفش، هو منطبع في ذهني. احنا اولا زي ما قلت سيادتك والدي كان عمده، فكان يظهر في رمضان ده كان دايما ينزل الاكل تحت في المضيفه، البيت لوحده في حته في منطقه، وبعدين مهام العموديه ديت لها مضيفه ولها حجره للتليفون برضه منفصله، وفي جنينه برضه منفصله، فالثلاث حتت دول مع بعضهم مجورين لبعض، فبنسميهم المضيفه. فالمضيفه دي في رمضان كان دايما لازم ينزل فيها الاكل، وشبان العيله كلهم ينزلوا ياكلوا فيها. ولا حرج طبعا على ان اي حد من الجيران، اي حد فايت، ضيف نازل البلد بتاع حاجه زي كده، انما في او ما فيش رجاله العيله يقعدوا في المضيافه دي ويفطروا فيها. فدي نفسها يعني استعداد وتقييم معين. وبالليل يعني بعد صلاه العشاء 2 فوقها، واذكر واحد منهم الله يرحمه طبعا لانه كان راجل كبير قوي اياميها وانا كنت طفل، وكان رمضان اياميها كان في الشتاء، يجي الاثنين دول يجوا لازم يقروا القران كامل في رمضان، فيتناوبوا مع بعض، ده يقول ويريح وده يقول ويريح. فكان واحد منهم دايما يشتغل في الخوص بتاع النخل، يعمل منه قفاص ويعمل منه، فيقرا ويشتغل، يقرا ويشتغل. النهارده عمل له قفص، بكره عمل له قفصين، ثبت اسمه ايه، اسمه مقاطف حاجات زي كده بتاع حاجة. فكان بقى نقوم بيفصحونا بقى عشان السحور بالليل. طبعا ده اللي واضح في ذهن الانسان من طفولته، انما تدين وقيم وحاجات زي كده ده بعدين بقى تقدر تترجميها. انما يصحونا بالليل في الفجر بقى عشان قبل الفجر عشان السحور، عاملين المنائد. المنقد ده عباره عن وعاء كده ويحط عليه ألاويح اللي هي بتاعت المخلفات الذره، ويولعوها وبتاع فتعمل دفا وبتاع، ويقوم تفطري ما اعرفش باسلوب وتتسحري باسلوب، وطبعا والكل طبعا صايم وبيحضروا الاكل، وبالليل الفقهاء باستمرار موجودين. فده بيدي طابع معين لما تكبري، الانسان يكبر ويتذوق طعم الاسلام والمعاني الكريمه اللي بينادي بيها مع السلوك المادي اللي كان سائر في البلد، فبيدل على احترام وتقييم لمعاني الصوم. طب أستاذ محمد السبع، المرحلة الثانوية حضرتك مضيتها في المنصورة؟ في المنصورة، في المدرسة الصناعية بتاعت المنصورة. دخلتها ليه؟ والله ما اعرفش، يعني أنا أخويا اللي بقول لسيادتك عليه اللي هو السيد ده الله يرحمه، ده كان خريج حقوق. أخويا الكبير ده عاش حياته بين إيطاليا وبين فرنسا. راح إيطاليا في كلية الهندسة، لما كان أبويا موجود طبعا وداه عشان يتعلم الهندسة في إيطاليا، ما عجبتوش فحول على فرنسا وحول على الطب. يظهر عجبته فرنسا أو ما أعرفش إيه اللي حصل. أعرف إنه كان مقيم في بلد اسمها تولوز في فرنسا. فمع عملية التعليم وعملية المسألة دي بالنسبة لإخواتي وبالنسبة للأسرة يعني مستواها مستوى كويس. ما اعرفش احمد اخويا بقى اللي كان ملازم لنا في البلد هو الانسان اللي ما اعرفش يعني كان متخلف شويه او حاجه زي كده، وهو ده اللي كان قاسي عليا. فانا خدت الابتدائيه وكان لازم اخد الابتدائيه، فما اعرفش ايه يعني. طب ما هيوديني فين غير الابتدائيه؟ كتاب، ما انا مش عارف اقل من كده كان يبقى ايه. فيوديني فين؟ وداني مدرسه صناعه من حيث لا ادري ليه، ما اعرفش، ماليش الحق طبعا ان انا اسال ليه وديتوني الصناعه ما وديتونيش الصناعه، ولقيت نفسي مدرسه خلاص. في مدرسه الصناعه بقى حضرتك دخلت فرقه التمثيل. سمعت مره بيعملوا اعلان عن اوجه النشاط الموجوده في المدرسه. في طبعا نشاط موسيقي، وفي نشاط بوكس، وفي نشاط رياضه والعاب قوه وكوره
وفي نشاط تمثيل. ما اعرفش، انا قدمت في التمثيل. طب ليه؟ والله برضه ما اقدرش احدد لك بالظبط، يعني ما اقدرش اتفلسف واقول لك ان كان في دافع كذا وكذا وكذا. بس قطعا في دافع، مش ما ممكن يعني. انما كونه ايه افسروا لك دلوقتي انا قدمت انا فرقه التمثيل. يعني يمكن مش فاهمه، يعني مش قادر تحلل هذا الدافع. عجبني حاجه اسمها ان انا اكون ممثل. طب كنت بتتفرج على ده انا كنت افلام على اقعد مسرحيات؟ ابدا افلام. ده انا كنت دايما يعني الاسبوع لازم اتفرج. كان عندنا سينماتين في المنصوره. سينما اسمها رويال وسينما اسمها عدن اظن، حاجه زي كده. فكنت لازم احضر الافلام، فكنت يعني لازم الافلام الجديده اول باول لازم احضرها. كنت معجب ببعض الممثلين بطريقه تمثيل البعض منهم؟ اول ما علق بذهني من عظمه لو اقول لك هتضحكي. كان في روايه للسيده بهيجه حافظ مع الاستاذ حسين رياض، مش عارف اسمها ايه، ليلى حاجه، مش عارف حاجه اسمها ايه يعني. فهو كان بيمثل حاجه كسرويه حاجه كده. مشيت الاستاذ حسين رياض اول ما جابوه بالخف بتاعه وهو بيمشي كده برجليه، يعني ما اعرف اخذت لبي. مجرد مشيته بس يعني سيطرت على احساسي بشكل مبالغ فيه، وطريقه القائه وطريقه نظامه، ويعني في الحقيقه ولحد ما فارقنا من هذه الحياه وان شاء الله سنلتقي في الاخره. استاذي الاستاذ حسين رياض كان بيأخذ كل لبي في كل حركة من حركاته على المسرح. هو حضرتك يعني واحد من أكبر المعجبين بالفنان المرحوم الأستاذ حسين رياض فعلا. حقيقة فعلا يعني أكبر واحد استفدت منه. مش استفدت منه بس، يعني رغم أن أنا ممثل وهو يعني سيان كنت بمثل معاه أو بتفرج عليه بس كده، كنت بمثل معاه وبتفرج عليه هو بيعمل إيه. حقيقة كان بيأخذ كل مشاعري. طب ده وهو بيمثل، انما حضرتك قطعا عرفته عن قرب يعني وتعاملتوا معاه كنا زملاء بقى في المسرح. اتعلمت منه كإنسان. يا سلام يا سلام. أستاذ حسين رياض رحمة الله عليه كان طفلا كبيرا، مش بمعنى طفل يعني كانت البراءة والسذاجة والحب كان يعني ده اللي انا كنت بحسه فيه في الحقيقة يعني. فكل المعاني الجميلة دي اللي يجب أن يتسم بها كل فنان، لأن الفن هو حب. إذا دخل في أي مزلق تاني أو في أي ركن تاني من أركان الأساليب اللي مش كريمة وشريفة في الحياة ما بقاش فن. طب نرجع تاني للمنصورة. أيوة. والمدرسة الصناعية، ونقول إن حضرتك كنت فعلا دخلت فرقة التمثيل وأنت غير واعي تماما بالدافع اللي وراك يعني، لكن ما ننساش إن فعلا كنت بتحب التمثيل تتفرج عليه يعني. لدرجة إن أنا مثلا حفظت عن ظهر قلب 3/4 الرواية، ومن ضمن بتاعت الأستاذ حسين رياض؟ لا، بتاعت الفرقة اللي أنا كنت فيها بقى، الرواية بتاعت فرقة التمثيل اللي كانت اسمها أحمس ولا هكسيس، مش أحميس. ما احنا نعرف أحميس بتاع الهكسوس بتاعنا، إنما كانت الرواية اسمها أحمس والهكسوس. فكان البطل بتاع المسرحية كان بيقول مونولوج. أنا كنت حافظ المونولوج ده عن ظهر قلب. وكنت بتمثل فيها ولا؟ والله ما أنا بقول لستك لصغر سني ما خدتش دور تمثيل، لما كنت لازم احضر كل البروفات وحفظت تقريبا الروايه، لدرجه انهم جم في الاخر طب يعملوا فيا ايه، فافتكروا لي دور مبخراتي انا وتلميذ صغير حجمه صغير زي كده. فاحنا الاثنين مسكنا مبخرتين فرعونيتين كده وحطينا فيهم بخور ووقفنا نبخر ايه بس. حاجه ما كلمتوش في المسرح ابدا ولا كلمه. يعني حضرتك ما مارستش التمثيل ابدا الا بعد دخولك في معهد التمثيل؟ أيوة. خالص ابدا. طب في المرحله الثانويه استاذ السبع كان بس هو اهتمامك بالتمثيل هو الاهتمام اللي موجود عندك فقط، ولا في اهتمامات اخرى اذا كانت قراءه، اذا كانت فنون اخرى، اذا كان هوايه لاي شيء يعني؟ هو طبعا المدارس الصناعيه ما كانش عندك فكره، بتبقى بجانب الدراسه بجانب العلوم بتبقى في حاجات عمليه يعني علمي وعملي. وانا كنت يعني مهتم جدا لدرجه ان انا كنت ممتاز في عملي يعني في الحقيقه يعني كان مثلا يعملوا نماذج عشان المدارس يشوفوها ويتعلموا منها، كنت انا اللي عاملها يعني في الحقيقه كنت مجتهد في عملي قوي.
فكنت منصرف، وكنت دايما يعني في فراغي يا اما اروح سينما يا اما اتفرغ للعمليه. كنت غاوي مثلا الرسم الهندسي ده بشكل، لدرجه ان انا اذكر مره اختلفت مع الاستاذ بتاعي على نظريه معينه، فخد الفصل كله بناء على اللي انا قلته ونزل بينا على المكنه بتاعه المدرسه اللي بتولد الكهرباء وحاجات زي كده، وشرحت له النظريه بتاعتي المخالفه لنظريته على المكنه، فصدقها وبقيت الطلبه كلهم صدقوا، ورجعنا طلعنا الفصل فوق. قلت له ايه رايك بقى يا استاذ ان النظريه اللي انت بتقول عليها برضو صح؟ فناقشني فيها بقى على اساس ان لا، ان النظريه اللي انا قلتها هي صح، فرجعت شرحتها له تاني واقنعته. طب عجيبه انك ما كملتش هندسه يعني. والله ولا حصل، اصل بعد ما جينا هنا بقى جيت القاهره بعد ما خلصت. جيت لوحدك؟ جيت لوحدي. وحضرتك كنت عايش في المنصوره لوحدك؟ كنت برضو عايش لوحدي في المنصوره. كنت بترجع للبلد مثلا كل يوم خميس وجمعه؟ كل يوم خميس وجمعه انزل البلد، وطول الاسبوع موجود في المنصوره. والوالده كانت موجوده في هذه الفتره؟ كانت موجوده. هي العامل الوحيد او الحاجه الوحيده اللي كانت بتربطني بالبلد في الوقت ده، والا ما مش عارف تروح فين. طب بعد ما رجعت القاهره حضرتك رجعت قطعا للعمل يعني عشان تعمل؟ انا جيت القاهره عشان اعمل بموجب الشهاده اللي انا خدتها اللي هي مدرسه صنايع. فكان ليا ابن عمتي كان اياميها لواء، واللواءات يعني كان لهم برضه عامل فعال جدا في اسمه عمر باشا الطنطاوي. فرحت له قلت له والله بقى انا خدت الشهاده اهو شغلني عاوز اتوظف. فاخدني من ايدي وراح كان اياميها كان يسري باشا كان ماسك سلاح الصيانه، حاجه اسمها سلاح الصيانه في الجيش. فقال له، حتى فاكر انا التعريف اللي عرفه اللي عرفني يعني عرف يسري باشا بيا، او عرفني انا بيسري باشا. قال له يا يسري قال له انت عارف امنه امي تبقى اخت السعيد بيه سبع، السعيد بيه سبع ده يبقى ابو الولد ده، فالولد ده لازم توظفه. قال له حاضر. فقال لي بكره تروح سلاح الصيانه تستلم الشغل. فرحت تاني يوم على طول على سلاح الصيانه في حاجه اسمها التموين، قسم التموين ولا حاجه زي كده. اشتغلت هنا. وكنت قاعد مع مين في القاهره؟ والله كنت قاعد لفتره، يعني قعدت فتره، جت اختي قعدت معايا الكبيره لفتره معينه، وبعدين اظن اتجوزت فسافرت وسابتني. امال يعني امتى وازاي دخلت معهد التمثيل استاذ سبع؟ والله في مره من المرات كنت قاعد على القهوه، وبعدين سمعت الراديو بيعلن عن معهد التمثيل. كان لسه اول مره اول حاجه بيعلنوا عنها. كان في زمان سنه اظن 31 او حاجه زي كده، كان في معهد واتعمل سنه او اتنين واتقفل. اللي كان منه فرج النحاس الله يرحمه، وكان منه رفيع عشال، وكان اخواننا كبار قدام شويه. ده بقى كان اعلنوا عنه سنه 45. يعني كانت اول دفعه تخش فيه سنه 45. واعلنوا عنه وقالوا شروطه انه لازم يكون حاصل على الثانويه او ما يعادلها، ويكون حافظ حتتين تمثيل. طبعا احفظ حته واحده اللي هي بتاعت احمس. طب اجيب الحته الثانيه منين؟ ففي اصلاح الصيانه فبقول الكلام ده لبعض زملائي، قالوا لي والله في الاستاذ ابراهيم الشامي، ده استاذ فنان وراجل معلم تمثيل، وعامل هنا في مدرسه الصناعات الميكانيكيه عامل فرقه تمثيل، فخد بعضك وروح له يمكن يعلمك او حاجه زي كده. فرحت له قلت له يا استاذ انا فلان الفلاني وسمعت عن المعهد وانا حافظ حته واحده فعاوزك تعلمني حته ثانيه. وفعلا علمك حته ثانيه؟ ففي الحقيقه مشكورا وربنا يكرمه ويجازيه عنا خير الجزاء، علمني حته ثانيه. انما اللي حصل بالظبط ان انا رحت المعهد، انا بحب الحته الاولانيه بتاعتها طبعا من زمان. فقلت كلمتين ثلاثه، يعني حاجه بتاع كده مثلا سطرين ثلاثه من المونولوج بتاع الخنجر بتاع الروايه كده. فقالوا لي كفايه روح. ايه يعني فشلت في الامتحان؟ في الحقيقه يعني القاء الاستاذ زكي طليمات استاذنا، وهو اللي كان عميد المعهد وهو صاحب الفضل في اخراج المعهد ده لحيز الوجود، هو كان رئيس اللجنه طبعا بتاعه. فكان القاؤه ليا يوحي ليا بانه مش عاوزني، لدرجه ان طب مش عاوزني، طب ليه بيهزقني؟ روح خلاص كفايه كده، امال لما سموك سبع ليه وبتاع حاجات زي كده. وبعدين بصيت لقيتهم بعتوا، كان على فكره كان متقدم للدفعه الاولانيه المعهد ده 2250 نفر سنه 45. سنه 45 44 45 جميع هواة مصر قدموا في المعهد ده. فكان 2250 نفر رجالا ونساء يعني. رجال ونساء وكله على بعضه. عملوا لهم تصفيه تاني، عملنا تصفيه تاني. بعتوا لك يعني انت روحت على اساس انه خلاص انا فاشل بقى وخلاص مفيش حاجه، ما نجحتش يعني في الامتحان. وبعدين يعني مضت قد ايه وبعتوا لك تاني؟ زي شهر كده.
بعد ما يأست تماما؟ ما فيش، ما مش يأست انا بقى خلاص بقى، بس اتضايقت في نفسي. ليه الاستاذ زكي طليمات عمل معايا كده؟ وفاتت بقى فتره كده، بس لقيته بيبعت لي جواب، فخدت الجواب ده ورحت للاستاذ ابراهيم استاذي بقى. تشوف الاستاذ بعتولي قال لي مبروك انا ما بعتوليش. وبعدين رحت في التصفيه الثانيه دي. هم الكلمتين اللي قلتهم كانوا كام بقى؟ كم ايه؟ كم واحد دخل التصفيه من ال2000؟ ما كان 250 حاجه زي 300 حاجه زي كده. انا عاوز اقول لك ان المبلغ العدد ده كله صفى في الدبلوم على 17 نفر. يا خبر. القيت نفس القطعه اللي القيتها؟ نفس الكلمتين مش القطعه كمان. نفس الكلمتين اللي قلتهم هم طبعا في الامتحان عاوزين يعرفوا مخارج حروف التلميذ، صوته بيقول ازاي، شكله ايه، احساسه بينطبق مع الكلمه اللي بيقولها. فمجرد ما يعني، خصوصا الكلمه اللي يعني الموضوع اللي انا كنت بمثله او الحته المونولوج اللي كنت بقوله، كان في شيء من الانفعال العنيف شويه. فطبعا ظهر عليا الانفعال بتاع حاجات زي كده. هو ده المطلوب. خلاص يعني هم هيعلموني طبعا بقى. ما هم مش عايزين واحد متعلم، عاوزين واحد عنده استعداد انه يتعلم. فصوته كويس، شكله مش بطال، احساسه اهم حاجه، الاحساس. مين اللي كان بيمتحنك؟ والله في اول مره كنا على خشبه المسرح. وكان المسرح تحت مش شايف مين، كان في ناس كتير تحت. انما اذكر زكي طليمات بس استاذنا هو اللي كان بيواجه الطلبه ويكلمهم، هو اللي كلمني. لما تاني مره كنا بنمتحن في المدخل بتاع مسرح الازبكيه. المدخل مش المسرح. فكان موجود لجنه مكونه من استاذ زكي طليمات، الله يرحمه، نجيب الريحاني، وسليمان نجيب، وحلم رفله، محمد حسن الشجاعي ده كان بتاع موسيقى، وحسين رياض، فؤاد شفيق، يعني لجنه، جورج بي ابيض الله يرحمه، لجنه من فطاحل اللي عندهم فكره عن التمثيل في البلد من جميع النواحي، مكياج، مزيكا، نقد، محمد منظور. دي المجموعه اللي كانت قاعده بتمتحننا. انما اللي بيتصدى للحوار او الكلام مع الطلبه كان الاستاذ زكي طليمات. هو بس زاد على في ثاني مره عن اول مره، انه قال لي اسمك ايه بالظبط، مننا بلد مش فاهم ايه، يعني خلانا اتكلم معاه بقى الكلام خارج عمليه التمثيل. فشاف كلامي في الطبيعه وشاف كلامي وانا بمثل وقال لي برضه هزقني. وكان كل الامتحان بيكون شفوي؟ ده تحرير عملي، مش يعني عملي. يعني اصلا ما فيش امتحان تحريري اخر؟ لا ما كانش فيه تحريري. كان ان انت تقف على المسرح وتقول قطعه تمثيليه وشوفي اساسك ايه، نظامك ايه. الدراسه كانت قد ايه في المعهد؟ هي اول دفعه بالذات اللي هي تخرجت سنه 47 كان عباره عن 3 سنين. بعد كده يظهر شافوا ان الطلبه يعني يحتاجوا لعنايه اكتر او لوقت اكتر او لدراسه اكتر، فخلوها 4 سنين. عشان كده تاني دفعه سنه 49. يعني اول دفعه 47، تاني دفعه 49، مفيش دفعه مفيش 48. طب حضرتك يا ترى فاكر زمايلك في المعهد؟ طبعا، يعني كان في حمدي بيس، نبيل الألفي، عبد الرحيم الزرقاني، فريد شوقي، شكري سرحان، صلاح منصور، نعيمه وصفي، زكريا سليمان، لطفي عبد الحميد سلامه، سعيد ابو بكر الله يرحمه. وكان في 2 سوريين، عمر الحريري. كان في 2 سوريين، واحد اسمه جميل الحطاب، واحد اسمه مش فاكر اسمه. طب يعني استمريت في الدراسة واستمريت في العمل في العمل سلاح الصيانة. طبعا، يعني لأن سلاح الصيانة كان هو ده يعني الحاجة اللي بعيش منها. يعني وبعدين المعهد كانت الدراسة فيه من 5 ل 8 مسائية، فما كانش بيتعارض مع العمل. فكنت الصبح بروح سلاح الصيانة وبالليل بروح المعهد. أستاذ محمد السبع، الفترة اللي مضيتها في معهد التمثيل استفدت فعلا منها؟ طبعا قطعا بشكل، يعني الدراسة العلمية والعملية اللي موجودة في المعهد، وخاصة كان في وقتنا
كان في تركيز كبير علينا، لان احنا كنا 17 20 نفر حاجه زي واول دفعه كمان. واول دفعه. وكان بقى فطاح لاساتذه البلد، كانوا هم اللي بيدونا العلوم بتاعتنا. مين مثلا؟ كان مثلا زكي مبارك كان بيدينا ادب لغه عربيه. كان مثلا استاذ دريني خشبه الله يرحمه كان بيدينا ادب مسرح. كان الاستاذ زكي طليمات كان بيدينا القاء وفن مسرح. يعني كان يعني اكبر اساتذه موجودين في البلد كانوا بيدونا كل حاجه موجوده في المعهد. كنا بناخد رياضه شيش وبتاع حاجات زي كده، على اساس ان يبقى حتى جسمك ممثل مكتمل لياقه مكتمل وكل حاجه. طب هو يعني حضرتك ما مارستش التمثيل قبل كده، جات لك الفرصه بقى، اتيحت الفرصه ان انت تمارس التمثيل بشكل عملي في المعهد؟ لا بشكل مش عملي، بشكل معهدي. تجريبي يعني. يعني كنا مثلا قطع من روايات او مشاهد من روايات او قطع فرديه مونولوجات او قطع كنا بنتعلم فيها عمليه الالقاء والتمثيل. واثناء الدراسه بنتعلم عليها ونيجي في اخر سنه نمتحن. طب بعد يعني اثناء دراستك في المعهد ما مارستش التمثيل خارج المعهد في مسارح في فرق؟ اثناء الدراسه لا. طب بعد الدراسه؟ بعد الدراسه التحقت بفرقه ملك، السيده ملك المغنيه، ما اعرفش اسمها عليها. ايوه طبعا. فكان في فراغ شويه، ما كنتش لسه عينت في الفرقه المصريه. وسبت سلاح لا برضه كنت لسه موجود، لان برضه الشغل كان بالليل. انا ما سبتش سلاح السيانه الا لما التحقت لما قالوا لي انت هتتعين في الفرقه المصريه. سبتها بقى. فقدمت استقالة. انا مش عاوز. طب في فرقه السيده ملك مثلت؟ مثلت. وكان اول مره بقى تمثل على اول جمهور؟ مره كمحترف. وعلى جمهور. وعلى جمهور. يعني مارسته برهبه؟ لا، هو الرهبه وعدم الرهبه دي بتكون موجوده في اول يوم من تمثيل المسرحيه والى الان. اي مسرحيه الواحد جديده يمثلها اول يوم ميزان الانسان العصبي ما بيبقاش مرتكز، ما بيبقاش سليم، يعني بيبقى الانسان عصبي ومرتجف وخايف ومش مظبوط، يبقى يعني مش سوي. ايوه. وبعدين بعد كده بيستقر كل شيء، اعصاب الانسان بتستقر وكل حاجه، لانه عرف كل حاجه بتعمل ازاي، وعرف مثلا الجمهور بيتقابل معاك فين وما بيتقابلش معاك فين، بيلتقي بايه اللي يعني كده حاجات كده. انما اول يوم الواحد بيبقى كده تنشن شويه. لكن في بعض الفنانين بيقولوا ان هم قبل رفع الستار كل يوم بيبقى الاحساس ده هو زي اول يوم. جايز. ده بتختلف يعني. جايز. طب استاذ سبع، حضرتك بعد كده التحقت بالفرقه المصريه بالفرقه المصريه، هي دلوقتي اسمها المسرح القومي. دي مرت بمراحل قبل كده. اول اسم لها كانت اسمها الفرقه المصريه للتمثيل والموسيقى. وبعدين كان في فرقه موسيقيه بتصاحبها، حتى في الاستراحات كانت بتقدم مقطوعات موسيقيه، وكان قائد هذه الفرقه كان المرحوم محمد الشجاعي. وبعد كده شالوا فرقه المزيكا دي وسموها الفرقه المصريه. التحقت انا بيها في الفتره دي سنه 49. وبعدين الاستاذ زكي طليمات عمل فرقه من خريج المعهد بس اسمها فرقه المسرح الحديث. وبعدين ضموا الفرقتين الى بعض، لان الفرقتين حكوميتين، فضموا الفرقتين لبعض فسموها الفرقه المصريه الحديثه. وبعدين تطور اسمها الى ان وصل المسرح القومي. وطول الفتره دي حضرتك فيه؟ من الفرقه المصريه الى المسرح القومي. يعني تدرجت ازاي الى ان اصبحت بتاخد الادوار البطوليه في المسرح؟ والله ما اعرفش، دي ما فيهاش تدرج ولا حاجه، هي زي ما تقولي يعني المخرج بيجيب الروايه ويشوف الدور ده مين ينفع له من الزملاء الموجودين، فده ياخد الدور ده وده ياخد الدور ده، وكل واحد بيبقى له امكانيات طبعا معروفه بالنسبه لزملائه. طب المسرحيه اللي عملت علامه عند حضرتك وخلت الناس يعني فعلا ايضا انت تعمل علامه عندهم ايه؟ والله ما اعرفش ابتدي منين، لان يعني انا ما فيش دور من الادوار الحمد لله، يعني دي ميزه يعني ربنا اكرمني بيها، ما عملتش دور والناس قالوا عليه انه وحش ابدا. انما بتبقى في بعض حاجات كده الترمومتر بتاعها بيبقى عالي شويه مثلا،
على مدى حياتي. يعني مثلا اول دور مثلا عملته وده يتنافى مثلا مع شخصيتي اللي انا استقريت عليها حاليا. يعني انا ابتديت حياتي مثلا فادوني دور اسمه الشيخ متلوف في روايه الشيخ متلوف. هذا الشيخ متلوف ده انسان زنديق، وراه انه يعني يعني بيقول على نفسه انه بينتمي الى الاسره الدينيه، وهو طبعا بعيد جدا عن القيم الدينيه وعن تعاليمها ومبادئها، ولكنه متخذ ده وسيله للوصول الى غاياته الغير سليمه، فانه يستحوذ على صاحب البيت ويستحوذ على مراته، يعني بطرق غير شريفه وغير كريمه. ففي الحقيقه يعني ربنا اكرمني في الدور ده. انا اذكر ان انا عملت دور في روايه برضه في بدء حياتي اسمها دون شواي. انا اللي كان عامل مؤلفها الروايه دي اسمه خليل الروحيني، زميل لنا بس كان خريج قسم النقد. انا يكفيني الكلمه دي، قال لي يا استاذ سبح انا ما كنتش حاسس بالدور ده وانا بكتبه، لما مثلته انت اداني شيء من الانتباه. وده مين؟ هو اللي مؤلف الروايه. انا في الحقيقه كنت باخد سكسي في الروايه ديت يعني مضاد لنفسه. يعني هو كان دور صغير صحيح، انما الصدق وتعمق الانسان في الدور يعني حصل فيه النجاح ده. في نفس الوقت حضرتك بتقول انه يعني كل ادوارك حازت يعني الاعجاب، ولكن بعض الادوار بيبقى الترمومتر بتاعها عالي شويه. في علامه شويه. طب لو تقول لنا بعض هذه الادوار اللي الترمومتر عالي فيها زي السبب. اعتقد احسن دور، وده يعني لان الروايه بتقول كده وفي قيمه كويسه قوي، اللي هي روايه مأساة الحلاج. لان هي الروايه اولا الروايه دي ما فيهاش عنصر حتى نسائي، يعني ما فيهاش عنصر مشوق، انما لما فيها من قيم ومثل ومعنى روحي عميق. فحصل فيه لقاء يعني بين الدور وبيني، فربنا اكرمنا فيه والناس انبسطت. نور ادوار تانية؟ في بقى ادوار تانية حتى على اختلاف الوان. يعني كنت مثلا اقول لك مثلا حاجه برضه يعني دور برضه كنت بعمل دور قسيس في روايه اسمها الاشباح لابسن، برضه دي من الادوار الكويسه. كنت بعمل دور مثلا لويس مثلا في الفرسان الثلاثه برضه. يعني في روايات كتير، يعني ما يعني لو اقعد اعدها لك شوفي بقى على مدى من 49 لحد النهارده، يعني اهو عملنا روايات. وبقول لسيادتك في فتره مثلا جاء فيها الاستاذ الاجيال كلها واستاذ الدراما في مصر الاستاذ يوسف وهبي، وكان بتيجي عليه فترات يجي يمسك اداره الفرقه. فكان طبعا في المسرح القومي، يعني في المسرح القومي على اختلاف اسمائها. فكان مثلا يجي ينحي الريpertoire بتاع الفرقه ويجيب رواياته هو طبعا عنده مخزن كبير جدا من الروايات. فاحنا كنا بنعمل الروايه في الاسبوع مثلا بتاخد اسبوع، وبعدين يوم الاحد ويوم الجمعه بيتعمل ماتينيه زياده على السواريه. فكنا بنحفظ احنا كجداد بنحفظ في كل اسبوع 3 روايات، مصنع. فكنا في محمصه في الحقيقه، وشغل كتير وادوار وتطلع من انت تخش فيه ده حاجات. يعني عملنا روايات لا حصر لها ولا عدد. أستاذ سبع، مثلا حضرتك لما اتكلمت عن مأساة الحلاج، عن مسرحية مأساة الحلاج، يعني خلتني عايزة أسأل حضرتك سؤال. لما بتيجي تمثل دور شخصية ما يمكن حضرتك معجب بيها، أو شخصية تاريخية أو إسلامية أو كده، بتكتفي بإنك بتحفظ دورك في المسرحية، ولا حضرتك شخصيا بتقرأ قراءات خاصة بيك عن هذه الشخصية؟ مثلا الحلاج قريت عنه خارج المسرحية، خارج دورك؟ أنا أعرف عن سيدنا الحلاج أكتر مما هو مكتوب في الرواية، وأعرف عنه أنه أعمق مما مكتوب في الرواية. وأنا أصلي بعد ما جيت من يعني في فترة من حياتي كنت اندمجت مع مجموعة دينية اللي بيسموها يعني مثلا طرق كذا. يعني كنا بنعمل حضارات في الصلاة على حضرة النبي وحاجات زي كده. فكنت مندمج أنا مع في يعني مجموعة وكانوا مجموعة فنانين وحاجات زي كده. فطبعا عندي فكرة عن يعني فكرة بسيطة عن التصوف وعن محبة الله ومحبة القيم الدينية وعن بعض أسيادنا أهل النور من أهل المعارف والأنوار اللي هم زي اللي منهم مثلا سيدنا الحلاج. فكنت أسمع عنه حاجات وقريت عنه بعض حاجات.
فلما جيت اعمل الروايه انا عندي مسبقا شيء من يعني نبذات عن تاريخ حياته او عن تصرفاته او سلوكه في حياته. وعلى كل هؤلاء اسيادنا هم يعني بيخشوا تحت لواء المحبه الالهيه. اي كلمه بيقولوها او اي معنى بيقولوه فهو بيحض على مكارم الاخلاق، بيخلي الانسان يندمج اكتر وبعمق في التصرف او في السلوك اللي بيوصل الانسان لمكارم الاخلاق. لان هي الرساله المحمديه او الرساله الاسلاميه هي بتحض على مكارم الاخلاق. يعني سيدنا رسول الله بيقول: وما بعثت الا لاتمم مكارم الاخلاق. فالعبادات كلها حتى الصلاه والصوم والزكاه والحج، كل هذه العبادات المفروضه والغير مفروضه اللي انت ممكن تعمليها من عندك، كلها عشان تخلي الانسان يبقى على خلق محمدي يعامل الناس معامله كويسه. فده حب يعني، واسمى معاني الحب. فالانسان طبعا لما بيمسك سيره اي من اسيادنا اهل النور فطبعا لازم يقولها باكبر شفافيه واكبر قدر من الحب الموجود عنده وبصدق عشان يقدر يوصل الكلمه دي. ده اللي انا بحاول في شكل. هو ده برضه هيخليني اتكلم عن طريقه حضرتك في الالقاء. يعني هي طريقه مميزه جدا، مع ان حضرتك بتنكر انك ليك طريقه خاصه. لا انا ماليش طريقه ولا ادعي ان لي مدرسه ولا طريقه ولا حاجه. انا بقول لسيادتك بالظبط كده، انا بتناول الكلمه المكتوبه قدامي بصدق، يعني احاول ان اكون صادقا مع معنى الكلمه واحساس، يعني بديها شيء من احساسها الكامل على قدر طاقتي بس. فكون انها بتصل الى الناس باسلوب كويس هو ده اللي احنا عاوزينه، ونتمنى ان ربنا يكرمنا ونبقى احسن من كده كمان باذن الله. لكن هو الملاحظ والمتتبع لادوار الاستاذ محمد السبع في الفنون المختلفه بيلاقي ان حضرتك معظم ادوارك الادوار اللي بتمثل القيم الخيره، اللي بتمثل او بتمثل حضرتك شخصيات تاريخية معينه او دينيه معينه. يا ترى ده يعني رغبه منك ولا هي بتيجي صدف؟ ولو جالك دور يعني بيمثل دور الشر، بيمثل دور ضد القيم اللي حضرتك عادة بتمثلها، هتوافق عليه؟ والله أنا لا أخفي عليكي وسيادتك في الوسط بتاعنا وطبعا لمسة الجو بتاعنا، إنما يعني أنا بكون سعيد جدا لما أحد زملائي المخرجين بيسند إلي دور في قيم روحية، قيم في مثل عليا، في يعني في انسان في داخل هذا يعني الانسان اللي انا بتكلم عنه او بمثله، يعني بمعنى اوضح يعني في نبل، في وجود للمعاني الكريمه وحاجات زي كده. اما طبعا سيادتك عارفه طبعا ما بفرضش على حد طبعا، وانت عارفه ان مش ممكن حد يقدر يفرض على حد انه يديله لون معين، انما المخرج بيشوف احسن ممثل ممكن يطلع له المعاني دي من خلال الشخصيه دي مين فبيطلبه. انما طبعا افرضي واحد زي ما سيادتك بتقولي جه واداني دور مثلا راجل فيلن او راجل شرير بعمله، لكن وانا مكرم. صحيح. انا احد الاساتذه نفس الصدق اللي بتأدي بيه الادوار الاخرى. لا طبعا لازم. ان الله يحب منكم اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اذا عملت حاجه بحاول ان نعملها قدر المستطاع حتى ولو انني كاره. لدرجه في بعض الاساتذه الموجودين، حسام الدين مصطفى في يوم من الايام بعت لي عشان اعمل له دور فيلن من انتاجه. فقلت له يا استاذ انا همثل لك هذا الدور، انما لا انا هقتنع بيه ولا الناس هتقتنع بيه. فيعني واعتذرت له عن الدور، زعل مني يومها والله. لكن حضرتك يعني ما نفسكش، يعني بيقولوا انه خطر ان الممثل يتحط في قالب واحد، حضرتك مش عايز تغير هذا القالب او هذا النوع وتمثل ادوار اخرى مختلفه تماما عن اللي مثلتها؟ المعاني الكريمه لسه ما خلصتش من الوجود، ومتهيألي ان انا ما قلتش حاجه، يعني رغم اللي سيادتك بتقولي عنه ده انا متهيألي ما قلتش حاجه ابدا. ابدا، ده انا لسه في يعني يمكن قالب ب. ففي الحقيقه يعني الانسان عاوز فعلا يقول لما تخلص المعاني الكريمه
وبعدين ما فيهاش مونوتونس، يعني ما فيهاش ملل، ما فيهاش حاجه زي الثانيه يعني. لا بالنسبه لمقدرتك في التمثيل، انك عايز تثبت حتى لنفسك انك زي ما بتجيد هذه الادوار ده عملته. يعني الادوار المضاده دي انا عملتها في حياتي. انا عملت في السينما ادوار مثلا شريره كتير، وحتى في السينما وفي المسرح عملت برضو، ابتديت يعني ادوار فيلن. انما لقيت نفسي هنا الحقيقه، يعني وجدت ان انا بلتقي مع الصدق ده، مع المعاني الكريمه العظيمه الروحيه الشفافه دي بشكل ما اعرفش. يعني ما اجي اقول مثلا كلمه قرانيه غير ما اقول كلمه بتاع مثلا بتقول عن حاجه تانية، بتاخد مني على طول شكل تاني والقاء تاني وروح تاني ومعنى تاني، بتقمص وجود تاني غير الوجود اللي ممكن اتكلم بيه في اي حاجه تانية عاديه. ما اعرفش. أستاذ محمد السبع، حضرتك يمكن نستطيع أن احنا نطلق عليك من جيل الوسط في التمثيل. يعني حضرتك عاصرت جيل الرواد. أيوة. وخدت منهم وتعلمت منهم. أيوة. وأيضا الجيل اللي لسه طالع عاصر حضرتك، وبرضه خدت منهم وتعلمت منهم. طب هو يعني يمكن جيل الرواد هو اللي بيسعدنا ان احنا نتحدث عنه، بما ان هذا الجيل قدام عينينا وشايفينه وبنكلمه وبنقرا اعماله كده. حضرتك يمكن عاصرت مثلا وشفت الفنان يوسف وهبي على المسرح، شفت أيوة. الفنان جورج ابيض، شفت الفنان يا سلام على يوسف بيه لما تشوفيه وهو بيعمل راسبوتين. لو قعد يعمل راسبوتين دي مثلا بعدد ايام حياه الانسان كل يوم 10 مرات، يلذ لي ان انا اقف اتفرج عليه. راسبوتين بالذات، مثلا سر الحاكم بامر الله، يا سلام. دول اساتذه عالميين ومش هيتكرروا، ومفيش فنان سيان يعني جديد او قديم بيتكرر، زي ما فيش واحد زي التاني، زي ما فيش بصمه ايد زي التاني، زي ما فيش شبكيه عين زي التاني. يعني الاحاديه الذاتيه، الاسم ده بينطبق على كل الصفات الموجوده في الوجود كله وخصوصا في البشريه. فبس دول بقى قمم. يعني حسين رياض، فؤاد شفيق الله يرحمه. فؤاد شفيق ده كان يعمل الادوار المعقده، يعني ممكن 3-4 ممثلين جنب بعض يعملوا الشخص دي، هو يعملها رغم اتجاهاتها المختلفه والمضاده مع بعضها بمنتهى البساطه. ده كان اعجاز. مناس فهمي الله يرحمه، ده كنا نسميه مثلا في جيلنا احنا ملك الطبيعه. يمثل ما تحسيش انه تحس انه قاعد في بيته، تحس انه مثلا مش واقف على مسرح بيتكلم ابدا. حسن البارودي، فاخر كل زملائنا، زكي رستم، عباس فارس، كل هؤلاء لهم قيمتهم ولهم يعني الجبال، هم جبال، يعتبروا جبال في عالم فن نجيب الريحاني. كل دول راحوا علي كسار. هاتي لي واحد يقدر يبقى فيه بينه وبين الجمهور كونتاكت او بينه صله، يعني وبالمستوى اللي كان موجود بين علي الكسار وبين الجمهور بتاعه، ما تلاقيش، مش ممكن. استاذ محمد السبع، حضرتك ايضا مثلت في السينما، ولكن يمكن عايزه اقول ايه، ان حضرتك ملكت خشبه المسرح اكتر من شاشه السينما. انا سمعت حضرتك مره بتقول انك عمرك ما بتشوف فيلم مثلته. مش عارفه، دي حاجه غريبه يعني، ليه؟ والله اولا سيادتك بتقولي يعني ان انا ملكت خشبه، انا لا ملكت هنا. وبعدين في السينما للاسف لحد دلوقتي انا ما خدتش دور يعني اقدر اقول لك ان انا راضي عنه. انا يمكن بيجي لي الاوردر في البيت، فانا شخصيا برفض هذا العمل، انما الاولاد عندي في البيت اللي بيضطروني ان انا لازم اقبل هذا، لازم اشتغل في السينما، لازم اكفي متطلباتهم ونظامهم ولازم اشتغل. انما لا بيعجبني الدور، وبالغالبيه ما بيعجبنيش وضعي اسمي بالذات في التتر مثلا او في الاعلانات او حاجه زي كده، ما اقدرش اتكلم اقول ايه، فما هروح اتفرج على ايه؟ ده بيعملوا الافلام ما بيعزمونيش واللي تعال اتفرج. حضرتك بتعمل مسلسلات تلفزيونيه واذاعيه. ايوه. ايضا نفس يعني بتصور انك راضي عن نسبيا نسبيا، لدرجه ان لما اكون راضي عن عمل مثلا ويحطوا اسم مثلا باسلوب ما راح اتخانق وبحاجات ما اتكلمش فيها، حطوه زي ما يحطوه. انما بعض اعمال مثلا لازم اقول لهم ليه انتوا حاطين اسم كده؟ لا ما يتحطش في اسم كده، لازم يتحط بالمستوى الفلاني والنظام الفلاني وحاجات زي كده. لما اكون انا مبسوط مثلا من العمل، مبسوط مثلا من المخرج او المخرجه، فهبقى عارف ان العمل ده هيطلع بمستوى معين، فاحب ان اسم يتحط بمستواه. استاذ محمد السبع، حضرتك عندك قد ايه من الاولاد؟
والله هم ربنا رزقني من الأولاد ب6، واحد منهم توفي ب5. عندي بنت الكبيرة اسمها صفاء، دي خريجة معهد تمثيل برضه، وغاوية تمثيل وعايزة تدخل مجال التمثيل. هتحترف تمثيل. هتعمل ايه؟ وحضرتك يعني بتشجعها وبتساعدها؟ والله في الأول ما كنتش مشجعها على الحكاية دي، وبعدين وجدت إن عندها رغبة ملحة وبعدين يعني عاوز أقول لسيادتك الحمد لله أنا مربي أولادي تربية دينية مش بطالة يعني لحد ما يعني، ولو أنا مش راضي أوي لأن يعني ما نصلش إلى الكمال، حتى مش راضي عن نفسي أنا، يعني يجب ان احنا نصل الى الكمال، وانما بنحاول وربنا يكرمنا ان نصل الى المستوى اللي احنا نرجوه ونتمناه. وبعد صفاء؟ بعد صفاء عندي بنت اسمها سهير، دي برضو في كلية الآداب ومتجوزة. وبعدين عندي بنتين وفاء وملكة، واحدة منهم في الخدمة الاجتماعية والثانية برضو في كلية الآداب، لسه بنات لم يتزوجوا. وعندي ولد تاني أصغر العائلة اسمه نور، وده في الإعدادية السنة دي. أستاذ محمد السبع، يا ترى في نهاية هذا الحديث للذكريات لو أسألك أمنيتك إيه؟ أمنيتي؟ أنا لو أقول لك أمنيتي يعني حتى تقول إن أنا إنسان يائس، إنما هو مش يائس. أنا أمنيتي إن ربنا يكرمني ويحسن ختامي بس في جميع تصرفاتي أنا وأولادي ومحبيه، إن ربنا يؤهلنا لصالح الأعمال يعني حسن المعاملة بيننا وبين ربنا وبين اللي هي بيننا وبين الناس، لأن الواحد بيعامل ربنا كويس يعني بيعامل الناس كويس، إن ربنا يخلي الختام بتاعنا يبقى كويس. أستاذ محمد السبع، الحقيقة أنا بشكرك وبكرر يعني سعادتي بضيافة حضرتك في برنامج حديث الذكريات، وأتمنى أن يكون حضرتك سعدت بهذا اللقاء. يا ستي أنا سعيد جدا، وسعادتي أنت تبقى أكبر إن ربنا يسعدني وإياك والمستمعين، لأن احنا ربنا يسعدنا بسيدنا رسول الله وبحسن الختام، وربنا يكرمنا جميعا. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.